اليوم أبي أتكلم عن شخص تفوح منه ريحة الخياس. اسمه طارق المخياس، وأنا أسميه طارق المخياس مع كامل احترامي لعائلة المخياس، اللي هذا الإنسان الحقير ما يمثلهم. هذا متربي في حظيرة خنازير، إنسان مريض، أطلق على نفسه لقب إعلامي 2019. من وين وشلون الله أعلم. طارق المخياس اللي جاب نعال الله يعزكم وحط رأس المواطن الإماراتي تحت هالنعال، لأنه قال أنا كمواطن إماراتي أقبل نعال محمد بن زايد. ما أدري شلون رضيتوها على أنفسكم يا أهل الإمارات، وهذا القذر عايش بينكم للحين. طارق المخياس كلمة الأنا ما تفارق لسانه، طول ما هو يتكلم أنا الإعلامي وأنا يا أخي هذا مرض الله لا يشفيك منه. ربعي الإماراتيين يقولون هذا رطرط، ويقولون إنه يلقبونه في السهرات الليلية طيطي. إلا بسألك يا طيطي، شخبار القميص النوم الأحمر القصير اللي تلبسه في السهرات الليلية، والباروكة الشقرة؟ التفاصيل كثيرة طروق الوقت ما يسمح اني اعددها. ويقولون ربعنا الاماراتيين انك ما تستخدم الا العطور النسائية، وهذا النوع بالتحديد يا طيطي السهرات الليلية. واخذوا اخطر معلومة قالوها لي ربعي الاماراتيين: طارق يا مخياس، شن هي سالفة نفخ الصدر والشفايف في تايلاند؟ اكمل؟ لا 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 لا. يمكن البعض من متابعيني يتساءلون ليش أنا متحامل على هذا الحقير الواطي. ادخلوا حسابه وشوفوا ايش يقول. قلت لا حاشا لله، والله إني لم أتكلم، أنا ردة فعل، هم الفعل، عمري ما طلعت أتكلم. لا يا طارق يا مخياس، إلا قلت وقلت وقلت. أنت شنو باقي ما قلته عن قطر وأهل قطر ورموز قطر؟ شو فيكم؟ ليش مستغربين؟ أنا مواطن خليجي، ومن أبسط حقوقي أني أحضر كأس الخليج في قطر واستمتع بالفعاليات المصاحبة إن كان هناك فعاليات. ناوي تي قطر؟ حياك الله يا طروق، حياك. أهلا وسهلا فيك في دوحة الجميع. كلمة بقول لك إياها يا طارق يا مخياس، أقسم بالله العظيم إن حطيت ريلك في الدوحة يا أن أهل قطر يحشون ريولك حش ويرجعونك بلادك زحف.